فهنبتدي مع تريزيجيه. اول لقطه ليه في الماتش، الراجل في نص الملعب بيستلم. اي لعيب طبيعي لازم هيشوف يعمل اسكان، اي لعيب كبير في اي مركز هيشوف يعمل اسكان، يشوف الضغط جاي عليه منين. الضغط جاي من هنا، يبقى طبيعي تريزيجيه يلف الناحيه البعيده عن الضغط عشان يعرف يستلم الكوره. الا ان تريزيجيه رايح بالكوره للراجل، حطها بينه وبين الراجل اللي جاي يضغط عليه، فاتقطعت الكوره وتحولت لمرتده خطيره لفاركو. موقف 2 على 2، وهنتكلم بعد كده عن الكور دي في تحليل الدفاع الاهلي. استهتار يمكن في استلام كرة في نص الملعب، في موقف بدل ما يخليك رايح بهجمة تحرز منها هدف اتحولت عليك. اتحطت الكرة لتريزيجيه، خبطت نزلت قدامه، جول. الكرة دي على الأقل تسديدة خطأ، إلا إن تريزيجيه أصلا ما بيلاقيش الكرة. طيب، حاولنا نستغل من بره من جوه الملعب، ما قدرناش نستلم، ما عرفناش نفنش جوه ال 18، ما كانش فيه إضافة. إذا إيه الدور اللي بعد كده اللي هو بيلعبه علشان إن هو يلعب عرضيات؟ طيب، ادي اول عرضيه من تريزيجيه. الراجل الفاضي الوحيد اهو شريف على البعيده، هنحط الكره على الارض وتتقطع. العرضيه اللي بعد كده من تريزيجيه، اكتر حاجه منطقيه هنحط العرضيه جوه ال6 يارد، ولكن عرضيه ما تعديش. طيب، الكره الناحيه الثانيه وهنرفع لتريزيجيه، عرضيه يعني مظبوطه جدا ومعديه السنتر المدافع بتاع فاركو، فيقدر ان هو كان يقدر الكره ويروح، الا انه سبق الكره. تريزيجيه قدام الكره مش ورا الكوره، فحتى ما يعرفش يرجعها تاني، ما يعرفش يعمل اي حاجه، فبالتالي الكوره تطلع بره. تريزيجيه على الطرف، موقف عرضيه ولكن بلا عنوان. تريزيجيه هنا، هاني كنت كلمتك على الكوره دي في دور هاني، ادي هاني بيربط مع جراديشار مع تريزيجيه 10 على 10 انطلاقه من تريزيجيه. وقف هنا، ادي زيزو وادي بن شرقي، حط كده جون حط كده جون، ولكن تريزيجيه اختار ان هو يحطها في ظهر المدافع. تريزيجيه لحد دلوقتي مش لاقي نفسه، برغم ان ريبيرو بيحاول يساعده، ما بيطلعوش من الملعب بدري، بيوظفه في كذا مركز يمكن يلاقوا منه انتاجيه، لانه تاني اغلى صفقه جت النادي، فالمفروض يقدم فاليو، يدي قيمه مضافه للفريق، وده اللي ما بيعملهوش تريزيجيه لحد دلوقتي.